بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أن أتحدث إليكم عن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. إن المعاقون بصريا المكفوفون هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، لهم الحق في الدمج في جميع مناحي الحياة تعليميا وبيئيا وتكنولوجيا، حيث أن الدمج ليس فكرة أو مجرد مفهوم نظري، ولكن واقعا ملموس يتطلبه المجتمع. فعندما نمنح الكفيف فرصة في الدمج فإننا لا نمنحه فضلا منا ولا من فضلا أو منا، بل نستفيد من قدراته في هذا المجتمع ليصنع الإنجازات. الدمج، كيف يكون الدمج؟ يكون بدمج المكفوفين من البيئة إلى المدرسة والأسرة والعكس كذلك. مسؤولية الدمج لا تقع على عاتق فرد بعينه، وإنما تقع على الفرد الكفيف نفسه والمجتمع، بأن نوفر لهم البيئة التعليمية والطرقات والتكنولوجيا ووسائل الحصول على العمل. بالتوعية نجعل المجتمع أكثر شمولا وإنصافا معا، لنجعل الدمج واقعا وليس مجرد فكرة. وشكرا.